السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو مش طويل قوي يعني عايز اتكلم فيه عن حاجة يا رب الناس تسمعها. الفيديو ده بقى لان موجه للناس اللي جوه مصر، عشان عملت فيديو الحمد لله من شوية، من يومين باين، للناس اللي بره مصر وزعلوا مني جدا وكانوا ناس يقتلوني في الكومنتات. الحمد لله. الفيديو ده بقى ايه في عالم الواقع يا جدعان، والله العظيم. يعني لو سمعتوا لي فيديوهات او حد شافني بعد كده، انا بعمل فيديوهاتي موجهه لعالم الواقع. انا ماليش دعوه في اي حاجه بقولها لاسباب المشكله، انا بحاول احل المشكله. ان انت بتقعد تدور على اسباب المشكله ومفيش بايدك حاجه في اسباب دي، فمش هنوصل لنتيجه. انا هدفي ان احنا نوصل لنتيجه في اي حاجه بقولها، مش اكتر من كده. خلاص. النهارده الفيديو بيتكلم عن الجواز. خلاص. احنا دلوقتي بالصلاه على النبي الحمد لله في اوضاع اقتصاديه لا نحسد عليها اطلاقا. والجواز ده حق انساني لكل راجل ولكل بنت، بس للراجل اكتر، لان البنت طالبه لا مطلوبه، وبالتالي البنت هي اللي في ايديها توافق، هي واهلها، او في ايديها يرفضوا. طب اللي الرجاله بتواجه بيه دلوقتي، بالذات الرجاله المحترمه الجميله، انها بتترفض. ليه؟ ان في طلب بيطلب صعب جدا انه يتحقق في الظروف دي، يعني بشبه مستحيل او مستحيل فعلا انه يتحقق الا بطرق معينه، وهو ان كل الاهالي او الاغلبيه طالبه شقه ملك. ولو قلت لهم مثلا ان مفيش شقه ملك، يقول لك انت ايه، شاب شحات. دي مش حقيقه. بصوا يا اهالي يا جمال يا جامدين، الشاب دلوقتي ما قداموش غير 3 حلول، ولازم تختاروا حاجه منهم، سواء عجبكم او ما عجبكوش، لان بناتكم في الاخر يعني الانثى بتقعد فتره صغيره لحد 30 وبيبدا يحصل لها مشاكل مثلا في الخلفه وكده. ايه ال3 حلول اللي عند اي شاب مصري؟ يا بيت العيله اللي هو مستبعد عشان البنات واهاليهم ما بيحبوش كده، يا هتبقى شقه في مكان مش قد كده، مثلا ايجار قديم، المرج، الخصوص، المنيب، الساقيه، الحتت اللي هي شعبيه بس هيبقى فيها استقرار ماديا، عشان انا خدتها بسعر رخيص ايجار قديم. او شقق ملك في اماكن الى حد ما مش كويسه برضو، زي مثلا النزهه الجديده 2 اللي هي البيرتي لو الناس تعرفها، وشارع ال50 وال20 والكلام ده. يا اما بعض الاماكن الشعبيه ايا كانت المسميات يعني. الخيار الثالث شقه ايجار جديد في اي حته البنت هتطلبها، في اماكن الى حد ما مقبوله، فيصل من جوه، الهرم، اكتوبر في اماكن معينه، مثلا ده بنتكلم على القاهره طبعا. الجيزه مفيش اماكن يعتبر نظيفه جواها كمحافظه الجيزه يعني. القاهره بقى يعني اهلها ادرى بيها بقى. فلو شاب محترم جالي وعنده طموح انه يتجوز بنتي، وعنده طموح في شغله، لازم اوافق على الشاب ده. طب ليه؟ انا قلت لكم الجواز حق انساني، حق كل شاب. اي شاب واي شاب بيسمعني عارف ان احتياجه للجواز والسكن والموده والرحمه، وان حد يكون عايش معاه في البيت وفي اوضته وفي سريره وفي كل حاجه، بيأثر على تفكيره وبيأثر على عقله، وبيخليه قراراته حتى فيها مشكله، وطريقه تفكيره متسيطر عليها بسبب احتياجاته. وبالتالي الاب لازم يوافق على الشاب، عشان ده حق انساني. هيقول لي الاب، هيقول لي ما انا ماليش فيه. ماشي، ما المجتمع كله هيتاثر لما يكون عند الشاب اللي مش متجوز بالمنظر ده. طب احنا لو دخلنا على اي وسيله تواصل اجتماعي او على اي موقع، هنلاقي ان اكبر حاجه في السيرش دايما حاجات جنسيه الى حد كبير يعني. طب ما ده ليه؟ ما عشان الشباب محرومه، بالذات الشباب الصغير. وكان في ازمه عايز اتكلم فيها. احنا جيل خلاص كبر، والشباب اللي ياكل فوق 25 مثلا 30 الموضوع هدي، الدنيا بقت خلاص مش فارقه، مش عقلياتهم كانت فيها احترام الى حد كبير عن الجيل بتاع دلوقتي. الجيل بتاع دلوقتي طبعا هو بيسمعني اكيد، ال17 والكلام ده. بص الجيل ده الدنيا لسه على وشه ومش فارق معاه حاجه، وما تزعلش، هياخد بنتك من وراك وهيعمل فيها اللي هو عايزه وبرضاها، ومش هتعرف تاخد معاه حق ولا باطل. طب لما يبقى دي النتيجه، واي اهل عرضوني عشان ده الواقع، ولو نزلتوا بتجروا ورا بنتكم هتلاقي في 19 واحد عملوا معاها مصايب. خلاص. فبعد اذنكم جوزوا الشباب والبنات افضل. المشكله الثانيه اللي بدات اشوفها زايده جدا في المجتمع، ايه هي؟ يجي واحد عادي صنايعي، مش بقول حد وحش ولا حد حلو يعني، صنايعي مثلا، نجار، حداد، سباك، اي حاجه، خلف بنت دخلها الجامعه، تجاره، حقوق، اداب، الكليات اللي هم بيقدروا يدفعوا ثمنها او كده، الحكومه عادي يعني. هل معنى يا باشمهندس انك دخلت بنتك جامعه انها بقت فيلا وما حصلتش؟ انت عارف خريجين الجامعه كام؟ خريجين الجامعه بالملايين. انا عايز قلت لك لو جامعه حلوان ولا جامعه القاهره فيها كام طالب بيتخرجوا، المفروض ان اللي بيتخرج من الجامعه دي كشهاده ناس سواسيه. بيحصل ايه؟ يجي بقى مثلا شاب، الاب ده يقول له انا معايا كليه حقوق، وبنته معاها كليه حقوق برضه، وشغاله موظفه اساسا كول سنتر ب 3000 جنيه بالعافيه، والشاب ده بياخد 5000 جنيه، يقول لا انت مش مستوانا.
ما ينفعش تعيشها في مستوى اقل من اللي أنا كنت معيشها فيه. طب ما يا حبيبي انت بدات حياتك ازاي؟ كنت جايب لمراتك ايه؟ يعني عيني في عينك كده. انت كنت جايب يا صنايعي او يا موظف حتى في الحكومه، مرتبك وصل في الحكومه مثلا 8 9000 جنيه دلوقتي مثلا بالميت. انت بادئ مع مراتك في شقه فين وبكام؟ بما ان ما كانش في مناطق عمرانيه جديده على فكره، لما انت اتجوزت من 30 سنه ما كانش في حتى مناطق نظيفه زي اكتوبر مثلا. وبالتالي انت كنت متجوز فين ومتجوز بجهاز عامل ازاي وحلل عامله ازاي. لكن احنا في حاجه بقى انا مش فاهمها في جميع المناطق برضو في الجهاز. يعني اما تكلم الناس بتتكلم في اكلاشيهات. يعني ايه الجوازه بتكلف 3 مليون جنيه؟ الجهاز البنت لسه شايف شاب في ايطاليا غريب جدا يقول لي الجوازه بتكلف الجهاز باختي بيكلف 800,000 جنيه. 800,000 جنيه هتجيب بيهم ايه؟ انت هتجيبوا طياره خاصه تطيروا بيها ولا هتجيبوا ايه؟ يعني الحياه ابسط من كده. طب اتنين برضو لازم تفهموا الموضوع كله. اتنين ده الواقع، احنا عايزين دايما قلنا نتكلم في الواقع. اتنين متجوزين جداد محتاجين ايه اكتر من طقم حلل؟ حله رز وحله طبيخ وحله فراخ او لحمه وصينيه يعملوا فيها جلاش ولا بيتزا ولا اي حاجه ياكلوها ولا يشوحوا فيها اي حاجه وطاسه. يعني من الاخر كل اللي محتاجينه طقم حلل وعلى طبعا الحاجات العاديه، خلاط ومطحنه مش عارف ايه. يعني ممكن البنات بلاش نمثل على بعض عشان البنات تبقى ما بعرفش تطبخ خلاص. فهي قبل ما ربنا يكرمها تعرف تطبخ تبقى تستلف من امها حلل. فاحنا بنوقف الجواز على حاجات ماديه بحته ولا تسوى نكله، والبنات الباقيه زي كلها بتاكل بره، وسيل الشاب والبنت اساسا بيشتغلوا وكل واحد بياكل في شغله ولا حد بيشوف الثاني اساسا. احنا بنتكلم على استقرار الاسره، لازم يكون في اسر بتتكون عشان ده احتياج. بس قلنا ايه؟ نختار الشاب المحترم اللي فيه طموح انه يشتغل. الحاجه الثانيه لما انا اوافق على الشاب ده وهو مثلا نفترض فرضا انه موظف دلوقتي وقال لي يا عمي انا هعمل بعد كده مشروع وربنا يكرمنا، في ميزه هتحصل ان بنتك ان شاء الله برضو ممكن مثلا تسيب شغلها وتقف مع جوزها، والاثنين بدل ما هيجيبوا موظفين ويضيعوا فلوس مرتبات واحنا برضو يعني الناس مش عارفه تدفع مرتبات اللي شغالين عندهم اساسا، هيبقى كل اثنين تخيل في ظهر بعض بيحبوا بعض مرتبطين ببعض في كل حاجه حتى في الشغل. ساعتها كم الحب هيزيد لان في مسؤوليه هتقع على عاتقهم ان هم ينجحوا المكان اللي هم فيه، ان هو اللي هيصرفوا منه على بيتهم، مسؤوليه بتزيد. لكن الوضع اللي احنا وصلنا ده غريب. ويا جماعه في الظروف المهببه الهباب الخرا اللي احنا فيها دي ما ينفعش. انا بسمع حد يقول عايزين احنا بنجيب ثلاجه تاتش شارب ال جي مش عارف ايه. احنا يا جدعان والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه كل الثلاجات بتتلج وكل الثلاجات بتسقع ميه وكل الثلاجات بتعمل. وهل ما بداش نمثل ان انتوا معكوش فلوس تجيبوا حتى فراخ تحطوها في الفريزر ولا في الثلاجه، وهو طبق جبنه معفنه جبنه اسطنبولي معفنه وطماطميتين حمضانين وفلفلايه ماتت من القرن ال19 وعلبه تونه ما حدش عارف مين صاحبها وشوكولاتايه متاكله قبل كده. هي مش دي الحقيقه ولا انا عايش مع ناس تانية ولا ايه؟ انا بس اقول حاجه شخصيه صغنططه في الفيديو. انا والله العظيم الثلاجه اللي ابويا اتجوز بيها من حاجه و40 سنه موجوده عندي وسليمه وما صلحناهاش ولا مره، عشان ما امثلش برضه ايه في حته ايه عباده الماركات الجديده. لا توشيبا، لا ال جي، لا على فكره حتى الثلاجه الايزي اللي معفنه بتاعت زمان شغاله الله ينور وما بتقولش لا، والمطاعم شغاله بثلاجه الاسكا برضه وما بتبصش ولا بيحصل لها حاجه. كل مشكله صوتها بيعلى شويه. كل الثلاجات بتتلج وكل الثلاجات بتسقع وكل البوتاجازات بتطبخ. جبت بوتاجاز المصانع اللي من 200 سنه، جبت كريازي، جبت ال جي، جبت جرمينا ده انا مش عارف جيرمانا، جبت مش عارف ايه ايطالي، والمصحف هو عباره عن مواسير نحاس وماسوره غاز. ده الواقع اللي بيفرق الفرن بصراحه. يعني لو بوتاجاز فعلا يعني خاماته حقيره البتاع بتاعه ده التسويه بتاعته مش تبقى قيمه، بالذات في الحاجات اللي لو فطيره مثلا ممكن تنشف منك، لو بيتزايه برده ممكن تبوظ منك، او الكيكه طبعا بتبوظ. بعض الحاجات فعلا لو الفرن مش كويس ما بيبقاش في الحته دي. بس احنا قلنا اغلبيه الناس يا دوبك هيحمر فراخ مسلوقه في الفرن ولا هيشوي فراخ بتستوي عادي. احنا خلاص يعني الفقر داس على الناس، داس على وشها. يا جماعه عايز اقول لكم نقطه اخيره. في الهند الناس افقر مننا بكتير، ناس افقر بكتير بمراحل، ناس متداس على وشها. بس عندهم لو حد عدى 19 سنه وبقى اسالوا في الموضوع ده ودوروا براحتكم، حد عدى 19 سنه و18 سنه وما اتجوزش بيعتبروه مجنون مش طبيعي. بس بيتوافقوا مع مجتمعهم. احنا مجتمع ملعوب فيه ومشوه بشكل مسخ. يعني احنا مجتمع مسخ، ولا عرفنا نحصل الاوروبيين ونقول ان احنا زيهم وهنخربها وخلاص ومفيش دين لان احنا مسلمين، ولا احنا مشينا على الاسلام واتخذنا بقواعد الاسلام وقلنا نريح الشباب والبنات بدل الدرمغه اللي في كل حته في الشارع، البهدله اللي الواحد شايفها دي وقله الادب اللي في كل حته.
احنا مين يعني؟ انتوا شايفين ايه؟ انت لو ما بتحرم بنتك من اي حاجه هي هتبوظ. هتحرم ابنك عنده احتياجات هيلبيها ايا كان قدام المجتمع او من وراه. طب يبقى بكل عقل يا اهالي يا محترمه يا جمال، تجوز بنتك بالحلال ونخلص، وانت تجوز ابنك بس ابو البنت هو اللي فيه المشكله كلها والبنت نفسها. لا والله توافقوا، والله العظيم ما في شاب هتدي له عينك وهتحترميه وتحط لوش راس براس وتعنديه وتقول له كلمه حلوه، عمره ما مش عمره ما مش هيوصل، عمره ما مش هيبقى حاجه. يعني لازم يبقى حاجه، ده الواقع. لو مشينا على الواقع وسمعتوا الكلام اللي انتم مش عايزين تسمعوه، انا عارف ان الوعظ، ما انا بني ادم زيكم والله، الوعظ بيضايق، الوعظ بيخنق، فيديوهات الكلام اللي مش كلها قله ادب ومسخره ما حدش بيسمعها كويس. بس لو يعني انتوا بتضيعوا وقت كتير، ساعات الساعات على التيك توك وعلى فيديوهات المسخره، مش مشكله لما تسمعوني 10 ولا 11 دقيقه ونشغل ده شويه، مش هيحصل حاجه. والله العظيم انتوا المستفيدين. انا ايه، ما فيش مصلحه شخصيه، بس والله بجد من كتر العك اللي الواحد بقى شايفه، الواحد عايش بقاله كتير، العك زاد والقرف زاد وقله الادب زادت، وفي حلول ومش صعبه. بعد اذنكم يا جماعه سهلوا الدنيا على بعض، سهلوا الدنيا على بعض. شكرا ليكم. اتمنى يا رب، اتمنى يا رب اسمع كلمه حلوه على الفيديو بدل البهدله اللي الواحد عمال يتبهدلها. والله انا مش عايز حاجه لمصلحه البني ادمين، يعني ماليش مصلحه شخصيه، والله والله والله. شكرا.